سياسية سليمة. نعم. بس أنا أميل أكتر إلى الفكرة الموضوعية واللي هي قايمة على فكرة التناسب. نعم. إنه كان لدينا ثورة هي ثورة 25 يناير. هذه الثورة أتت بعض الثمار، من أهم تلك الثمار هي انتخابات التي جرت مرحلتها الأولى يوم 28 نوفمبر، ولأول مرة في تقديري أنا منذ 6 عقود على الأقل يكون الشعب المصري قادرا على الإدلاء بصوته وضمان أن هذا الصوت فعلا سيذهب إلى الطرف الذي اختار. تمام. فدي حقيقة مبدئية، لكن هذا لا يجب أن يعمينا عن حدوث استقطاب ديني واضح خلال هذه العملية الانتخابية. طرفين ولا طرف؟ من كل الأطراف. نعم. يعني أنا لا أعفي الكنيسة كما لا أعفي التيارات التي تستند إلى الإسلام. أنا بتحفظ على فكرة دايما، أنا حتى المرة اللي فاتت دايما بقول لك إيه، تيارات ذات الإسناد الديني الإسلامي. نعم. ليه؟ لأنه أنا إسلامي. صحيح. تمام. فما يجيش واحد، أنا لو اترشحت بكرة ما يجيش الأستاذ محمود يقول لي إيه المرشح الإسلامي ويقول لي أنا المرشح اللي مش إسلامي. لا، هو الفكرة كلها باعتبار ما يدور في الإعلام بنقطة حتى إخواننا المسيحيين اللي هم اعترفوا ويقروا بأن تكوينهم الحضاري والثقافي وجزء كبير من قيمهم الروحية عائدة إلى الإطار الإسلامي، والمسيحيين الشرقيين عودونا على القول بذلك والعمل بذلك، وأنا أفهم هذا. فإذا إزاي حصل استقطاب ديني؟ هذا هو الخطأ الكبير الذي وقعت فيه هذه العملية الانتخابية. وأتصور أنه إحنا مطالبين، وإنت بالذات وهذه القناة بالذات وإنت من خلال صحيفتك بالذات، أن تعيدوا هذه العملية إلى سكتها الصحيحة، وأن تبعدوها عن عملية الاستقطاب الديني الذي جرى. هتقول لي عرفت منين استقطاب ديني؟ أنا شايف سؤال في عينيه. لا، ده في سؤال في عينيه قبل ده. هل بسهولة الشعب المصري، احنا بنقول من 60 سنة، احنا عمرنا، لأن يعني أكبر ناخب هتلاقيه راح ينتخب مثلا 60 سنة، اللي متعدي السن ده هيكون قليل قوي. يعني حسني مبارك ما حدش يعيش أكثر من 60 سنة في ظل الفساد والأكل والدمار اللي شفناه. 60 سنة دول ما شفناش انتخابات خالص. هل بتتصور انه بسهولة المشهد يتقلب 180 درجة، ان انا اروح بوعي سياسي ونضج سياسي مش هتحرك بعواطف وايديولوجيات في هذا المشهد؟ يعني انت بتقول انه يجب ان نحترم هذه الفكرة او نتفهمها، انه هناك ضغوط بسبب البيئة اللي كانت موجودة طوال ال6 عقود الماضية. نعم. هي التي ادت الى ذلك. يعني نعم. انت بتعترف معايا انه حدثت نزعة نحو الاستقطاب الديني في هذه الانتخابات. انا معترف ما اقدرش انكر. اذا اعترفنا بوجود هذه النزعة يجب ان نحاسب انفسنا جميعا. تمام. ويجب، انا هقول لك حاجة، تخيل انه الليبراليين ايضا وقعوا في مسألة الاستقطاب الديني هذه، وبعضهم تبنى خطابا دينيا واوتار دعاية دينية. انا عندي واحد كان مربي دقنه في حتة وحلقها في حتة ثانيه. انا اؤكد لك ذلك. فاذا لا الكنيسة ولا الليبراليين ولا الاشتراكيين الثوريين ولا اي حد يجب اعفائه من هذه المسألة، لكن الذي يجب ان نتفق عليه الان اننا اخطأنا، وان اول طريقة لتفادي الخطأ هو الاعتراف به والتعهد علنا بعدم الوقوع فيه مرة اخرى. ليه؟ لان انا امبارح سمعت الدكتور برهامي وهو نازل عندك النهاردة في صحيفتك المصريون في العدد الذي سيصدر غدا. نعم. الدكتور برهامي مثلا امس عمل حوار مهم في الواقع، وانا ادعو كل الاخوه المشاهدين الى ان هم يتابعوا. هو بيقول هو عندما تقبل اسرائيل وامريكا برئيس مسلم سيوافق السلفيون ان يكون لمصر رئيس قبطي. ده موضوع انا مش مختلف فيه. يعني انا اعرف جيدا انه يعني انا مش موضوعي دلوقتي انه رئيسي يبقى قبطي. على فكره انا مش موضوعي انا. نعم. ولا موضوع افتكر الليبراليين، ولا موضوعي ان رئيسي يبقى امرأة حتى لو حد زائد. مش ده موضوعي دلوقتي. انا موضوعي هو الشعار الرئيسي لثوره 25 يناير اللي هو عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية كرامة إنسانية. هو ده الشعار الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير. وإذا حد عنده كلام غير ده يقوله لي. يعني إذا حد فيكم هيقول لي لا ده الشعار كان حاجة تانية يقولها. ما كانش فيه شعار ديني في ثورة 25 يناير خالص. أحسنت. ولذلك أنا شعرت بصراحة بقلق عميق لما الشيخ ياسر قال أمس، وأنا أحترم وأقدر هذا الرجل تقديرا كبيرا، لما قال إنه الغرض من الدولة هو إقامة الدين أو إقامة الدين الإسلامي. نعم. وإنه بما هو كان بيرد على سؤال هل ينفع إنك تولي أشخاص أقباط مثلا مناصب حساسة مثل مناصب الدفاع أو مناصب الخارجية أو مناصب المخابرات، فهو قال لا، لأنه الغرض من إقامة الدولة هو إقامة الدين. أنا بتصور إنه هنا المفترق الرئيسي الذي يجب أن نقف عنده ونقول فيه أن الدين كان مقاما وكان عزيزا ويخدم
ويصان في هذا البلد، وأن هذا البلد هو بلد مسلم، ليس بكلامك أنت ولا بكلامك أنت ولا بكلامي أنا ولا بكلام أي حد، لأن هذا هو الواقع. مصر دولة إسلامية. نعم. ولا تحتاج حتى إلى نص المادة الثانية التي نريدها ونثبت عليها ونعض عليها بالنواجذ. مصر دولة إسلامية، وهذا موضوع ليس مطروحا الآن. لم تقم ثورة 25 يناير لأن الإسلام يهان في مصر، الإسلام لم يهان في مصر ولن يهان بإذن الله تعالى، لكن المشكلة هي أن نحول شعار عيش حرية كرامة إنسانية أو عدالة اجتماعية إلى شعار إقامة الدين وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق شرع الله. هذه مشكلة هي التي أخذت هذه الانتخابات إلى هذا الاستقطاب، وهذا الاستقطاب كان بشعا وينبئ بمخاطر عميقة. رجاء نتوقف عن هذا الاستقطاب ونعيد العملية الانتخابية إلى التنافس السياسي على البرامج التي تجيب عن أسئلة العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. أستاذ محمود سلطان، تتفق أو تختلف مع مع الأستاذ ياسر في مسألة هل بترى أنه ليس من الحصافة السياسية أن نتكلم بوضوح في برنامج على رأسه كلام في دين؟ يعني هل كان محتاجين الأول نتحرك في الشارع المصري سياسيا نشوف الدنيا إزاي وبعد كده هذه الأمور تأتي بالدين طبيعي عند الناس، ولا المواجهة الصريحة أن احنا جايين البرلمان علشان نعدل حياة الناس بدين ربنا سبحانه وتعالى مش مرفوضة بالنسبة لك أنها تتقال؟ بالتأكيد أنا متفهم تماما القلق اللي ظهر في كلام صديقنا العزيز الأستاذ ياسر عبد العزيز، لأن الحقيقة فعلا ما يسمى بالاستقطاب الديني الذي ظهر أثناء الانتخابات فعلا أثار فزع كثير جدا من يعني أو قطاع ليس بالقليل من الرأي العام المصري. لكن طالما ان احنا ارتضينا، على فكره ليها تخصص بعض الحاجات فيما يتعلق مثلا بدور العباده السياسي. بمعنى ايه؟ يعني طالما ارتضينا بالديمقراطيه كحكم وكنظام سياسي، فليس هناك تثريب على ان تقوم بدور العباده سواء كانت الكنيسه او المسجد بدور سياسي في الانتخابات. جمال عبد الناصر في الانتخابات العامه. وبعدين ايضا يعني ليس برضو يعني يعني ليس يعني مثيرا للغضب والفزع أن تتحول الجماعات الدينية أو بعض التيارات الإيديولوجية إلى مجموعات ضغط، يعني كما يحدث في أمريكا وكما يحدث في مثلا أوروبا وما شابه. هذه واحدة. أما فيما يتعلق بالكلام الذي يعني قاله فضيلة الشيخ ياسر برهامي في الحوار المشهور عندنا في المصريين النهارده، دي المصريين بتاعت بكره؟ بتاعت بكره، نعم. بتاعت بكرة. الحقيقة هو في على فكرة يعني برضو المشكلة دي، يعني التيار السلفي خبرته ما زالت دعوية وليست سياسية. نعم. وبالتالي عندما يتحدث عن دور الدين المركزي والمحوري في الدولة فيتحدث من منطلق خبرته التي يعني اعتاد عليها، يعني هو لا يزال في مرحلة المران السياسي الآن. نعم. لكن حتى في التاريخ الإسلامي كله أستاذ خالد، في التاريخ الإسلامي كله يعني كان في قلق وهاجس حقيقي عند الفقهاء على مستقبل الدولة، لأنه قد ارتبط الدين بالدولة، وكان هناك اعتقاد بأن الدولة وجودها يعني وجود الدين، وانهيار الدولة انهيار الدين. وأعتقد أن البعض يعني استقى هذه الفكرة أساسا من سقوط دولة الخلافة. عندما سقطت دولة الخلافة عام 23 لم يبقى من الإسلام إلا الطقوس والعبادات، يعني اختفى الإسلام السياسي أو الإسلام الحضاري، المردود السياسي الحضاري وحل محله اللي هو الإسلام التعبدي فقط لا غير. فهذا القلق موجود ونتفهمه سواء من الجانب الذي تفضل قاله الأستاذ ياسر الآن، أو أيضا الجانب الذي يظهر عادة في الخطاب السلفي السياسي بين كومتين كده. نعم. الآن طيب أستاذ ياسر، يعني إزاي نقدر نعلي ثقافة الخسارة عند العلمانيين بدون تجريح؟ طب احنا معانا الأول الدكتور ياسر برهامي على الهاتف. السلام عليكم دكتور ياسر. ازي حضرتك يا فندم؟ مرحبا. دكتور ياسر، لك مقال في المصريون الورقية: عندما تقبل إسرائيل وأمريكا برئيس مسلم سيوافق السلفيون أن يكون لمصر رئيس قبطي. عايزين أساتذتنا الأفاضل قاعدين بيتكلموا، يعني بيحترموا حضرتك وقدروك، لكن بيختلفوا معاك في فكرة ان احنا حركنا المشهد الديني بوضوح في الانتخابات فعمل مردود ايجابي في ناحية وسلبي في ناحية. رد حضرتك. والله حضرتك الاسئلة دي ومش احنا اللي طرحناها ولا حد مننا اللي سألها، دايما كانت عبارة عن موضوعنا في فقط الاجتهاد. نعم. ولذلك احنا كنا بنجاوب بما نعتقد انه من شرع الله سبحانه وتعالى ومن مقتضى
الدستور المصري اللي بينص على ان الدوله دينها الرسمي الاسلام، كويس. وعند كثير جدا من الفقهاء الدستوريين يقولوا تفسيرها الروتيني انه لابد ان يكون رئيسها مسلم. نعم. احنا مساله قضيه الدين عندنا هي مش مشهد ديني ان احنا يعني ده الدين عندنا ده منهج حياه، وبالتالي فالعمل السياسي جزء من الحياه التي نعيشها، وبالتالي فلا بد ان يذكر الدين في كل موطن. واحنا خلافنا في الحقيقه مع العلمانيين حول قضيه فصل الدين عن الحياه او فصل الدين عن السياسه، واحنا بنؤكد ان الدين لا بد ان يشمل السياسه ولا بد ان يوجه السياسه. قياده الامه كيف تكون بعيدا عن الدين؟ ولكن وظيفه الرسل ايه؟ الا سياسه الامم، يعني قياده الامم، ومن بعدهم من الخلفاء واصحابهم قادوا الامم، قادوهم بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ده تصورنا، مش من حقنا ان احنا تصورنا. انا بقول معظم الاحزاب في اوروبا اسمها احزاب مسيحيه، ديمقراطيه احيانا، اشتراكيه احيانا، وسطيه، ووصف المسيحيه انما فيها الصبغه الدينيه. اشمعنى انتم ما اتكلمتوش عليهم؟ اسرائيل اليس فيها صبغه دينيه؟ اليهوديه ليست قوميه، في يهود فلاشة، في يهود مغاربه، في يهود مصريين، في يهود اوروبيين، في يهود شرقيين، وكلهم تجمعهم ديانه يهوديه، وانتم بتقولوا دوله يهوديه. طب دكتور ياسر، بترد حضرتك على اللي بيقول ان الاسلاميين امبارح في احد البرامج معتز دمرداش كان جايب واحد اسمه جمال فهمي بيقول الاسلاميين ما عندهمش مشاريع للبلد غير تحريم الخمره والمايوه، عشان كده لما يجوا ببرامجنا ما بيتكلموش عن اصلاح ولا اقتصاد ولا سياسه ولا اجتماع، انما بيدخلوا في المناطق دي. هم اللي بيحاولوا يوصلونا في كده بطبيعه الاسئله، محاوله تشويه الاعلام. اقروا برنامج حزب النور هتلاقوا فيه برامج في كل مجالات الحياه، لان احنا بنقول الدين ده بيصبر كل مجالات الحياه. عندنا مشاريع في الاقتصاد، ومشاريع في التعليم، ومشاريع في التنميه، في كل النواحي الحياه. بس ما تطلبوناش تقولوا طب هو فين؟ لان احنا لسه بقول كنا متكتفين خلفي، ولسه مفكوكين من 7 8 شهور. نعم. ولسه لنا وقع على الساحه السياسيه بقى لنا 5 6 شهور. فما حدش طلبنا نقول فين اللي انتوا عملتوه، لان نعم. احنا كنا معزولين تماما. كان اقصى وظيفه، وهو يقولوا دايما ان الاقباط مظلومين. ما حدش قال السلفيين عبر 30 سنه عمر ما في وزير ملتحي، وزير فقط ملتحي، وكان اقصى ما يمكن الوصول اليه وكيل وزاره. ولا في جامعه ولا في اي حته الحقيقه. ولا في جامعه ولا في اي مكان. حضرتك كان مدرس الابتدائي لو ملتحي بيتحول شؤون اداريه. ان احنا ناسيين الكلام ده. احنا كنا ناسيين ان اخوات المنقبات كلهم محاولات شؤون اداريه، واحيانا يمنعوا من الدخول بالكليه. نعم. احنا ناسيين ان الاخوه ما كانوش بياخدوا وظائف معيد في الجامعه الا بعد قضيه بعد 4 5 سنين. والله في اخ من الاخوه ما خد لغايه دلوقتي وظيفته بعد 8 سنين وهو طالع الاول. ما خدش وظيفه معيد، يعني زمايله زمانهم خلصوا الماجستير وبعضهم بدأ في الدكتوراه، وهو لسه ما خدش وظيفه معيد عشان كان ملتحي من العهد البائد واخد احكام للصبح، ومع ذلك لسه مش عارف ينفذها الا بعد الثوره. شكرا. هذا الكلام مش حد يدور يقول ايه الظلم والاضطهاد اللي بيتعرض ليه المتدينين عموما والسلفيين خصوصا، لان السلفيين هم اللي مظهرهم باين، والاتجاهات الاخرى قد لا تظهر بانها ترى حلق اللحيه او تستعمل ذلك، واحنا اللي كنا مضطهدين لغايه الاضطهاد. فانا شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي القيادي السلفي الكبير في الاسكندريه، كنت معنا على الهاتف. استاذ ياسر ارجع لحضرتك. هتعلق وبسالك برضو في مساله ثقافه الخساره عند العلمانيين. طبعا اتفضل. شوف حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي في تكنيك معين في بناء الحجج، يعني في مسارات البرهنه، اللي هو استدعاء الاخر. يعني نعم. يعني انا اقول لك انت ليه بتشرب شاي؟ ما انت لسه شارب شاي. تمام يعني. نعم. فحضرتك وانت بتتكلم دلوقتي ضربت مثل بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر. نعم. فقلت ابن الرئيس جمال عبد الناصر خطب فوق منبر الازهر. نعم. صح. نعم. لكن لو انا قلت لك انه الرئيس عبد الناصر امم الملكيه الخاصه ممكن تنزعج. صحيح. لانه الملكيه الخاصه لا يجب ان تؤمم، وده حق مصون. صحيح. والشرع بيصون الملكيه الخاصه طالما انها لم تاتي من فاحش او من فساد. نعم. صح. طيب نفس الشيء برضو بيقول مولانا الشيخ ياسر، وانا اقدر هذا الرجل كثيرا وخصوصا لسعه صدره ولخطابه اللين. يعني انا احب جدا انه رجل في هذه المكانه وبهذا الدور يمتلك القدره على الخطاب بهذه الطريقه. لكن مثلا هو بيضرب مثل باسبانيا مثلا، فبيقول ان اسبانيا بتحتم ان يكون راس الدوله اللي هو الملك، مش رئيس رأس الدولة يجب أن يكون ينتمي لديانة معينة، وهذا صحيح. لكن لو أنا قلت له أن وزير الدفاع إسبانيا سيدة وحامل كمان،
ممكن ينزعج. تمام. ونفس الشيء يضرب المثل بالمملكة المتحدة. تمام. فيقول ان رئيسة الكنيسة هي الملكة وهي رئيسة الكنيسة الانجليكانية. بس ايه، ضرب الامثله ده خطر جدا، لان انا ممكن استدعي لك من المسلم ما لا تقبله ولا تحتمل ولا تطيقه. نعم. وانت تعلم ذلك. فما حدش يجي يكلمني خصوصا من الذين يتبعون خطابا ذي اسناد ديني عن حاجات في الغرب، لانه لو فتحنا الفتحه دي هنوصل لحاجات تانية كتير. ممكن نوصل لشواطئ عراة، يعني ممكن هنبتدي نلاقي في حاجات هنوافق عليها وحاجات هنرفضها. صح. يعني ايه نتكلم صح؟ يعني نتكلم في الاطار الثقافي والاجتماعي والسياسي اللي الدين مكون اساسي منه، ان لم يكن هو المكون الحاكم فيه. نعم. وبالتالي نتكلم على نفسنا، لان لو ضربنا الامثله هنروح بعيد. ومن ذلك انه مثلا في بريطانيا دلوقتي كان في نص في الدستور بيمنع، مش دستور، بريطانيا ما فيهاش دستور، فيها مجموعه من الاعراف التي نعم. تحل او تقوم مقام الدستور. فمن ضمن هذه الاعراف كان في نص بيمنع ملك المملكه المتحده من الزواج بغير انجليكانيه، او بتحديدا من الزواج ببروتستانتيه. طب ده في نصوص دكتور استاذ انها بتروح لاختيار الرئيس نفسه يكون بوجود دينيه دينيه معينه، بروتستانتي، ده موضوع كاثوليكي. يخالف الحريات وحريه الاعتقاد وحريه الانسان وكل حاجه. في نص كده بيقول له يا ملك، وانت تعرف قصه ليدي سامسون والملك ادوارد الذي تنازل عن العرش لكي يتزوج من امريكيه مطلقه بروتستانتيه. نعم. يعني كان في نص بيمنع الملك انه يتزوج من بروتستانتينيه بالذات، ودي مسألة بشعة جدا. بس هم دلوقتي بيغيروا هذا النص. القصد ايه؟ ان اللي وضع هذا النص كان يقصد شيئا محددا، وهو كان يقصد حينما وضعه الا تهيمن بعض النزاعات السلطوية الاخرى في المحيط البريطاني وخصوصا في فرنسا على العرش البريطاني. فاحنا ما ينفعش نسحب الامور كده كخط مستقيم. لكن نيجي لبلدنا بقى. في بلدنا بقى، انا هجاوب على سؤالك انا عارف، بس نيجي في بلدنا بقى. في بلدنا احنا لا ننظر هذه النظرات ونقول اذا انت عينت رئيس كذا تعمل انا اعمل زيك، واذا انت منعت الرئيس الفلاني انا امنع زيك. لا، احنا نيجي نبص للاطار المصري. الاطار المصري بيقبل انه الرئيس يكون مسلم، ولا يقبل احيانا انه الرئيس ما يكونش مسلم، لانه دي مساله يقبل على الاطلاق. خلينا الاطار المصري بحكم التكوين الاجتماعي نحن نريد ان نفسح مجالا للمراه، ونحن نعطي المراه كل الفرص. تمام. ونحن نعارض ان تمنع المنقبه من دخول مكان في مصر او تفرض عليها اي قيود، ونعارض ان يمنع الملتحي من الحصول على حقه الذي هو حق اصيل لانه ملتحي او لانه اختار طريقه معينه يعبر بها عن تعبده وعن شعائره تجاه ربه. نعارض ذلك تماما. ولكن ايضا لازم ان احنا في المرحله المقابله او في الشكل المقابل ايضا نعارض ان نخلط هذه الاوراق جميعا ونقول انه الهدف هو اقامه دوله الاسلام. في سؤال على لساني. حاجه بتقول نعارض شيء محترم جدا ان احنا كمصريين. طبعا. ليه حضرتك حسيت برضو ان الطرف الاخر من الاعلام في قضيه المنتخبات، في قضيه الملتحين، قضيه حقوق الانسان السلفي لما يسجن بدون حاجه، متجاهلها تماما كانه ليس مواطنا مصريا؟ يا اخي بص، والله انا طبعا متفاهم. الشيخ ياسر امبارح وهو اثر فيا بهذا الحوار، فيما عدا نقطتين اللي احنا اتكلمنا عنهم، موضوع نعم. يعني هو كان بيتكلم على لما تم قصف بعض الاسلاميين في باكستان في مجزره اسمها مجزره سوات، وهو قدر العدد اللي ماتوا بان هم 200,000. هم اقل شويه، لكن عموما لما ده حصل هو كان بيشتكي، وانا اشعر بذلك واتضامن معه، من تجاهل غربي عالمي لدماء هؤلاء. تمام. وده بيحصل. تمام. لكن انا شخصيا اعرف في النخبه الوطنيه المصريه، سواء كنت بتسميها ليبراليه او علمانيه او يساريه، من دافعوا عن حق الاسلاميين او الذين يمارسون السياسه على اسس دينيه في العيش بكرامه وفي عدم تقييد حريتهم. وانا ايضا اعرف انه انا اصلا يعني شخصيا كتبت ضد المحاكمات ضد الاخوان، وده كان ايام نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وضد ايضا التقييد عليهم في الانتخابات. وفي ناس كتير اتكلموا ده، لكن انا معك في هذا الشعور، واريد ان نركز على ازاله هذا الشعور بالغب. لكن موضوع الخساره احنا عايزين عشان سؤالك هتجاوب ويرجع الاستاذ محمود. ليه عند الليبراليين مفيش ثقافه الخساره بصدر رحب؟ يعني بمعنى تونس لما كسب حزب النهضه فوجئت واحده اسمها مايا الجريبي او حاجه كده، قالت انحني لاختيارات الشعب التونسي، وهي في حزب الشيوعي وعلمانيه قح. صح. ليه تعمل هي هناك كده واحنا مباشره اول ما يحصل في استفتاء 19 مارس ان 75 76 من الشعب المصري يقول نعم للتعديلات الدستوريه، وجئنا على طول سويف ولطم ونصب من عايز الحق ولا ابن عم؟
الحق وابن عمه. طيب بالنسبه لابن عمه الاول، ابن عم الحق انه الليبراليين صح، في بعضهم ابتدى يغير خطابه تجاه هذه الانتخابات، تمام. لكن بالنسبه للحق، الحركه السياسيه المصريه ذات الاسناد الديني الاسلامي لم تكن بذات الرشد الذي تحلت به حتى هذه اللحظه على الاقل الحركه السياسيه التونسيه ذات الاسناد الاسلامي الديني. ومن ذلك ان تلك الحركه اللي هي حركه النهضه اللي حصلت على 41% استطاعت ان تصدر رسائل غايه في الطمأنه والاعتدال، سبقت بها الانتخابات ولم تستعلي حينما أظهرت الانتخابات تسيدها للمشهد عبر ال 41%. ثانية واحدة، ولما حبت تصنع ثلاث رئاسات، توافق رئاسي على 3 مؤسسات دستورية في تونس اليوم، اللي هي الجمعية التأسيسية ورئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فأعطت رئاسة الدولة لشخص ينتمي للتيار اللي انت بتسميه علماني واللي انا بسميه اشتراكي، واعطت رئاسة الحكومة لشخص بينتمي للتيار الاسلامي اللي هو حزب النهضة، واعطت رئاسة الجمعية التأسيسية لشخص بينتمي للتيار الليبرالي اللي هو على يمين الوسط. تمام. فاذا هنا في رشد. رجائي من النخبة السياسية المصرية التي تمارس السياسة على قاعدة الإسناد الديني أن تتحلى بشعار هي أطلقته في البداية: مشاركة لا مغالبة، وأن تعود إلى شعارات ثورة 25 يناير، لأن هذه الشعارات هي التي يريدها الشعب المصري. عاطفة المصريين الدينية تذهب إلى هؤلاء الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي لكي يحققوا هذه الأهداف. لكن أهدافك أنت الكبيرة دي اللي هي الخلافة الإسلامية اللي أنت حتى ممكن ما تكونش قلت عنها، أو إقامة الدين أو إقامة الدولة الإسلامية الحقيقية في هذا العالم، خليها دلوقتي وخلينا نحقق مطالب الناس اللي ماتت في 800 شهيد. طيب أستاذ محمود سلطان، يعني عايز أرجع لنفس الفكرة دي. هل بتتصور أن استباق حزب النهضة في تونس لهذا المشهد اللي بيتكلم عنه الدكتور الأستاذ ياسر عبد العزيز سببه أداء السلفيين في مصر، أنه دعوي أكتر منه سياسي، وكان المفروض مثلا من وجهة نظرك ينسحب السلفيون من المشهد الانتخابي ويبقى الإخوان المسلمين بحرفتهم السياسية يتعاملوا بنفس منطق تونس، فكانت الدنيا هتمشي في اطمئنان؟ ولا ظهور السلفيين هو الذي قلب الترابيزة في مسألة مجلس الشعب والتخوفات اللي حصلت في الغرب والداخل والخارج والتيارات الليبرالية؟ يعني أنا هرجع، هو يعني في شقين في هذه المسألة، شق يتعلق بالتجربة التونسية وشق يتعلق بالخبرة المصرية الأخيرة. الحقيقة إن الإخوان دخلوا الانتخابات بحسبة خاصة ومستقلة عن المشهد السياسي في برمته. يعني على سبيل المثال الإخوان كانوا بيتكلموا على أنفسهم ولم يتوقعوا أن يكون هناك شركاء لهم وزن كبير، بل يعني يفوق الإخوان حضورا جماهيريا وكقوة اجتماعية كبيرة زي السلفيين، وكقوة أقل غير منظمة أيضا زي مثلا الجماعة الإسلامية أو زي الجهاد. المحصلة النهائية للانتخابات كانت فعلا مفزعة، ليست مفزعة فقط على فكرة يا أستاذ خالد، لم تكن مفزعة فقط للتيار الليبرالي أو التيار العلماني أو ما يسمى بالنخبة المدنية، ولكن أيضا كان مفزعا لقطاع ليس بالقليل داخل التيار الإسلامي ذاته. وأنا منذ يومين قرأت تعليق لقيادة سياسية كبيرة دينية من الجماعة الإسلامية في بني سويف بيقول إن النتائج مفزعة جدا حتى بالنسبة لي كإسلامي، لأن فجأة التيار الإسلامي الفائز وجد نفسه أمام تحديات كبيرة لا يدري ما إذا كان جاهزا لها أم لا. هذه نقطة. النقطة الأخرى تتعلق بمسألة التجربة التونسية. الحقيقة هي المسألة يعني زي ما قال الأستاذ ياسر تحتاج إلى قدر من الرشد. هم مش عايزين يبحثوا عن هذا الرشد هنا في مصر. المسألة تتعلق على أنا دايما بسميه كده بالإبداع السياسي. الحقيقة إن النخبة السياسية المصرية سواء النخبة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة أو النخبة التي تعمل خارج دائرة السلطة تفتقر إلى ما يسمى بالإبداع السياسي. عمر الثورة المصرية الآن تجاوز 10 أشهر، وحتى الآن حتى الآن لا السلطة ولا الإدارة المدنية أو السياسية الموجودة حاليا ولا النخبة السياسية اللي بتمارس النشاط العام باسم المعارضة الآن قدمت فكرة مبدعة واحدة عليها العين. حتى ان البعض في مصر بدأ يطالب بتقليد التجربة التونسية، يعني اثناء احداث التحرير الاخيرة. نعم، افلاس ان احنا لما جالنا رجب طيب اردوغان قلنا بسرعة عايزين حاجة تركية،
عايزين نقلد يعني عايزين النموذج التركي، عايزين النموذج الايه التونسي. نعم. اين هو النموذج المصري في ظل هذا الصخب؟ نعم. الحقيقه حتى يعني اتذكر ان المستشار البسطويسي اثناء الازمه الاخيره في ميدان التحرير وطلع بيان علق فيه او جمد من خلاله يعني حملته الانتخابيه على مقعد الرئاسه، طالب كده، وده شيء مدهش، ان احنا نقلد التجربه التونسيه بانتخاب الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور. يعني احنا حتى الان قاعدين نفكر نقلد مين، محدش عندنا قادر يفكر، عندناش شخصيه واضحه، ما عندناش. الحقيقه ربما الموضوع يتعلق باللي سماه الاستاذ هيكل، يعني احنا بنختلف معاه، لكن احيانا بله بعض الرؤى التي تقترب او تتماشى مع الحقيقه. نعم. انه في خلال ال50 عام، هو طبعا بيقول ال30 عام، طبعا هو يعني بيخصم الجزء الخاص بالتجربه النصريه منه، لكن هي في خلال نصف القرن الماضي تم تجريف للطبقه او التربه الخصبه في مصر اللي كانت دايما بتنتج، اللي كان بيسميه هيكل قوى مصر الناعمه. مصر ما عندهاش اي وزن دلوقتي تقدر تقول عليه يمثل قوة ناعمة لا في المنطقة. مصر احتل دورها الآن قوة إقليمية أقل من مصر قامة بكتير، وأيضا هذه المسألة تتعلق بالفقر الشديد فيما يسمى بالإبداع السياسي. طيب أستاذ ياسر، أحد مرشحي الكتلة المصرية قال لو الإسلاميون كتروا وبقوا لهم غلبة في البرلمان، والكلام ده على لسان الأستاذ فهمي هويدي النهارده في مقال الشروق، استعداء واستعلاء حاجة كده اللي مش فاكر عنه قوي، بيقول هنتحرك ضدهم بالكفاح المسلح. الكلام ده مش صادم بالنسبة لنا احنا على أساس ان احنا بنقول ديمقراطية وصندوق؟ الأول أنا عايز يعني أثني على كلام الأستاذ محمود وأشكره عليه. في الواقع عنده حق في اللي هو قاله، وإذا كان وجد انطباعا لديك هذا الكلام، فبس عايز أذكر بأنه كثير من يعني الشيوخ الأجلاء، شيوخ الدعوة السلفية في مصر، حينما يستدعون نموذجا يحتذى، فأنت عارف بيستدعوا عنه نموذج، بيستدعوا نموذج الدولة السعودية. وأنا أحترم الدولة السعودية احتراما كبيرا جدا جدا، واعتقد ان هي دولة شديدة الاحترام، لكن لا اتصور ان احنا اذا كنا بندور على خيال وابداع سياسي وبندور على ارساء نموذج يليق بدولة. في حد سمعته يبقى نفسك الشيخ ياسر مثلا الشيخ ياسر وهو اتكلم عن لما قال له الاخ حسين عبد الغني، قال له الحدود، موضوع تطبيق الحدود، فقال له طيب السعودية دولة بتطبق الحدود والناس تعيش بدون فزع هذه نقطة. النقطة الثانية نقطة رفع الأعلام. يعني أنا أجل وأقدر كل الدول العربية بلا أي استثناء، وأعلام الدول العربية أنت تعرف المكان الوحيد الذي يجب أن ترفع فيه وتظل مرفوعة دائما هو مصر، لأن مصر هي قلب الأمة العربية. لكن لا أريد في أي مظاهرة أن يرفع باستثناء العلم الفلسطيني، علشان أبقى واضح، يعني أن ترفع أعلام أخرى، لأن فلسطين مسألة خاصة بينا احنا قبل أي حد. يعني يمكن اللي كان رافع العلم السعودي مثلا من وجهة نظر نقول عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نرفع كلمة التوحيد. لكن أقصد إيه؟ إنه إحنا يجب أن نكون دولة تعرف قدر نفسها وشعب يعرف قدر نفسه، وإحنا مكوناتنا الحضارية مكونات كبيرة وعميقة، وعمر هذه الدولة هو أكبر من عمر أي دولة في التاريخ، وعمر بعض محلات المأكولات في مصر وبعض الصحف في مصر أكبر من عمر دول كتير في المنطقة. فخلونا واقعيين، يعني خلونا واقعيين، تمام؟ فدي مسألة بس أنا حبيت إن أنا أشير ليها. إحنا محتاجين فعلا خيال سياسي يرسي نموذج هو نموذج مصري، لأنه مصر قادرة على ذلك بإذن الله. تمام؟ كفاح مسلح بقى. فيما يتعلق بالمسائل دي، أنا كنت يعني استأتي جدا، خصوصا في ذروة الحديث عن ما يسمى بوثيقة الدكتور السلمي، وآخر جمعة كانت جمعة للتيارات الإسلامية، حينما لوح عدد كبير، وخصوصا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، وأيضا الدكتور العوا، وهؤلاء من الأشخاص الذين يحظون بمكانة كبيرة ويتمتعون بتقدير كبير، وأنا شخصيا أحترمهم احتراما كبيرا لمجمل يعني أدائهم في مسار الكفاح الوطني. وأيضا الدكتور عبد المنعم الفتوح، وهو رجل غاية في الاعتدال وفي الانفتاح وفي الوسطية، وهؤلاء جميعا للأسف أيضا استخدموا لغة مثل هذه اللغة اللي هي لغة التلويح بالاستشهاد. تمام؟ هتقول لي عندك دليل؟ يعني كل واحد في دول كان في وقت من الأوقات بيقول سوف نضع أرواحنا أمام كذا. إذا كان فيكم حد ما شافش ده أو كده، أنا يعني يمكن سمعت من أخبار، تعال نصوغها. نعم. إنه كان هناك
تلويح ب يعني السقف الأعلى في الكفاح الذي ينطوي على تضحية بالنفس من أجل إعلاء القيمة الوطنية التي يرتقيها فلان أو فلان. اقول فرق صغير نيجي هناك واتعلق عليه. ده انا هجيلك على التانيين برضه. لا انا قصدي فرق صغير هتعلق عليه برضه في دي. يعني هل لما بيتكلم كده فضيله الشيخ حازم، الدكتور العوا، الدكتور عبد المنعم مفتوح، بيتكلموا منطلق ان اراده الشعب كلها في هذا الاتجاه، انما انت بتكلمني ان في صندوق نفسه هو اللي اختار، هنروح هناك عند اخواننا العلمين. اي كلام بين النخبه الوطنيه الان يتحدث عن العنف او يعلي قيمه العنف او يضع العنف كاحد وسائل الكفاح من اجل تحقيق اهداف ثوره 25 يناير هو كلام ضد الثوره وليس معها، وضد مصر وليس معها. وانا ادعو الطرفين سواء كانوا هنا او هنا الى الكف عن استخدام مثل هذه الاقاويل والاحاديث، والى التاكيد على سلميه الكفاح المصري من اجل نيل او تحقيق مطالب ثوره 25 يناير، لانه الدم ليس من طبيعه هذا الشعب والعنف ليس من طبيعه هذا الشعب. انا معايا دقيقتين دكتور محمد هشام راغب قبل ما اختم مع الاستاذ محمود سلطان. اتفضل حضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام دكتور هشام. اهلا وسهلا يا شيخ خالد، ومرحبا بالضيوف الكرام الاستاذ محمود والاستاذ ياسر. اهلا وسهلا بيك. انا بس لسه يعني ليا مداخله في تعليق الاستاذ ياسر عبد العزيز في الاول. نعم. على تصريحات الشيخ ياسر. نعم. يعني في نقطه بس ودي انه اخواننا في التيار الليبرالي ينتبهوا ليها، وهي محاوله تفهم الاصول اللي التيار الاسلامي بيتكلم بيها. يعني التيار الاسلامي بيحاول في الحقيقه يمد جسور للتواصل والتفاهم بحيث يفهم برضه قواعد العمل السياسي بعد غيبه طويله جدا. مطلوب من التيار الليبرالي انه يعمل نفس الشيء، انه يحاول يفهم او يتفهم القواعد الاصوليه اللي الناس بتفكر فيها. يعني كل الاصوليين يروا موضوع الحكم في اي دوله اسلاميه انه فعلا كما قيل في المقال لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. نعم. هذه وظيفة الحاكم عند جميع الأصوليين. فأي واحد متبني للفكر الإسلامي مش هيخرج من الحتة دي. وبعدين ده ما فيهوش خلاف أبدا مع شعارات الثورة، عيش وحرية وكرامة. ما هو ده موجود في النظرية الإسلامية، العدل الشامل والأمل الفسيح والخصب الدائم. هذه من وظيفة الحاكم. فالتعارض ده مش موجود، لكن لو ما فهمناش بعض بيفكر ازاي وانا بفكر ازاي هيبقى فيه فجوة في كأننا بنتكلم بلغتين مختلفتين. نعم. فأنا شايف الله أعلم كأن التيار الإسلامي بيبذل جهود حثيثة فكرية لتفهم، مش عايز أقول الخصم لأن مفيش خصوم، احنا في مركب واحد، احنا في وطن واحد. نعم. لكن بيحاول يتفهم الجانب الآخر. لكن لعل في تقصير من الجانب الليبرالي، والبعض ربما يكون عنده ترفع في انه يحاول يفهم التيار الاسلامي اصوله ايه في التفكير. نعم. فبدون ما نمد الجسر من الطرفين اخشى ان التلاقي ربما يكون صعب. شكرا جزيلا دكتور هشام راغب. انا بقفل والدكتور ياسر برهامي معلش حابب يخش معانا تاني يعلق على حاجه يمكن انا قطعته، انا بعتذر. اتفضل دكتور ياسر. طيب على بال ما يجي استاذ محمود سلطان، حمزاوي كسب وفجأة في دريم امبارح، مع ان الليبراليين يقول لك ايه بطلوا تحريض الناس على الاصوات، اختيار اصوات بعينها، هتسيب الناخب يختار برايه. امبارح على الهواء مباشرة قال انا ادعو الناس لانتخاب الحزب الحرية والعدالة لانه اقرب الى الفهم الدولة المدنية من التيار السلفي. ده صحيح على فكرة. في تيار ليبرالي هو قريب قوي من التيار الاسلامي. اعتقد الدكتور وحيد عبد المجيد كان كتب مقاله كانت مهمه جدا منذ سنوات في مجله المنار الجديد، وقال ان اقرب التيارات المدنيه الى التيار الاسلامي هو التيار الليبرالي. وهذه الفكره اجهضت الحقيقه بسبب رد حصل من الاستاذ طارق البشري على هذه الطرح وانتقادها. لكن بس انا عايز بس تعقيبا على كلام قاله الاستاذ ياسر دلوقتي. الحقيقه هو في تطرف من الجانبين، في تصريحات شديده التطرف تصدر من التيار الليبرالي او التيار العلماني او اسميه ما شئت. طبعا بالتاكيد بيقابلوا تصريحات برضه متطرفه من الجانب الاخر. مثلا عندما تاتي المصري اليوم باستاذ في علم النفس ويتهم الشعب المصري
يعني تعقيبا على نتائج الانتخابات الأخيرة، بأنه شعب بهلول وأهبل وبسلم دقنه شوية مشايخ وبيضحكوا عليه بشقة في الجنة مقابل إن هو يعني يدلي صوته لصالح الإسلاميين. هترد تقول عليه إيه؟ ولما مثلا يجي وده منتهى الاحتقار للشعب. ولما يجي كاتب علماني تاني يقول لك ده شعب أمي والمفترض ويقترح كده، يقترح أن يكون للمتعلم صوتان. ده المستشارة تاني الجرايد كانت قالت كده زمان. وللأم صوت واحد. بس ده استدعى تجربة ديمقراطية في الهند، لأن نعم. الهند في بعض الولايات بتدي نصف صوت للأم. نعم. يعني أو عشان أقول لك برضه خطورة الاستدعاء. نعم. بس أول ما يجي واحد بس يوسف القعيد يقول لك المفروض نعيد النظر في اسم مصر تسمى جمهورية مصر وبس، عشان يعني ايه يستقطعها من العربية ايه؟ فخ يعني ولا ايه؟ ايه طبعا دي كلها تصريحات. او مثلا يجي مثلا واحد يقول لك يعني يحرم الزواج من الفلول مثلا، او مثلا مثلا مرشح للرئاسة يعني يحرم يعني يحرمها مش يبرمها، يعني فتوى دينية يحرم استعمال الشعارات الدينية في الانتخابات. دي كلها تصريحات متطرفة بالتأكيد بتعمل الجو. طبعا يعني دي وعلى فكرة هذه المسألة ليست يعني ايه قياسا او لا، يعني لا نستند اليها للخروج بنتيجة نحكم بها على مجمل الوضع في مصر. ما زال الشعب المصري شعب يميل الى الاعتدال، مزاجه معتدل، بيميل الى التوسط سواء مزاجه الديني او مزاجه السياسي. الدكتور ياسر معايا دقيقتين، الله يكرمك، اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام دكتور. بسيطه على كلام الدكتور ياسر. اتفضل. احنا النهارده كلها على فكره الحلقه قضيناها تعقيبات على بعض يعني. انا عارف ان انا بتكلم على حته ان احنا ما لناش يعني مثال الا النموذج السعودي. الكلام ده كلام غير صحيح. وانا ما قلتش احنا حضرتك الجزء الوحيد اللي بنتكلم عليه في هذا الجانب هي قضيه الحدود. لما بتصر علينا ان انتوا هتقطعوا الايدين والرجلين، قلنا له بنقول ان هذا الكلام هذا القانون السماوي يطبق في السعوديه، وليس ان احنا بنقول كل النموذج السعودي بكل النموذج السعودي ملكي واحنا مش هنقبل الملكيه. ولا وحاجات تانية كتيرة احنا بنعترض عليها واثبتنا اختلافنا مع النموذج السعودي حتى مع المشايخ الافاضل اللي بنجلهم ونقدرهم، لكن كان لنا موقف مختلف زي القوات الاجنبيه اللي كان في حرب الخليج، احنا كنا معترضين على هذا. نعم. انا بتكلم على جزئيه واحده، فما تقوليش ان انت عايز النموذج السعودي، لا انا عايز نموذج مصري مستقل. ويمكن قال النموذج السعودي ورجع قال في مساله الحدود. شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي. بشكر حضرتك استاذ محمود سلطان على حضورك معانا، ربنا يرضى عنك. بشكر حضرتك استاذ ياسر عبد العزيز، شرفتونا ونورتونا. معانا فاصل ونرجع على اخواننا الافاضل من حزب النور وحزب الاصاله، نكون معاهم باسم الزرقاء وتامر نصار. في حد بس باعت كده يعني بيتكلم على يا شيخ خالد قول لعصفور مين تفوق في نقابه الاطباء ونقابه المهندسين. السلام عليكم شيخ خالد، تحيه طيبه لقناه الناس، شكرا لك المحاور، جزاك الله خيرا استاذ زينب. اخي الشيخ خالد اللي يطلب منك انك تخفف حدتك تجاه اعداء الاسلام هم اللصوص، لا يعني ربنا ييسر طبعا، الله يفتح عليك ويسيبك جزاك خيرا. معقول الاخوان يتحالفون مع الشيطان ضد المستشار المحترم الخضيري مجدي عباس؟ انا طبعا برضه مش عايزين نقول يعني ان شيطانه بيتحالفوا معاه، وما اعرفش الكلام ده على مسؤوليه الدكتور يسري حماد، هو اللي قال إن لم يوفق الله الشيخ عبد المنعم فسيكون ذلك العيوب فينا لا لعيب فيه. أدعو الله أن يسدد خطاه ومن شاكلته. عبد الحميد السكندري إن شاء الله. مهندس خالد النافع، يا شيخ خالد صدقني الشرطة لن تعود لحماية المواطنين، تعمل على طريقة الجيش مع البلطجية، وعلى الشعب أن يفهم لذلك. يا إخوان يا سلفيين، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. الشيخ محمد حسان أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. رؤية الدروقي بتقول لي يا ريت تيجي تعمل عندنا برنامج ليبيا الجديدة شهر واحد فقط. جزاكم الله خيرا. نعمل عندكم برنامج اسمه زنجة زنجة، هو ده اللي يمشي معايا الايام دي. بشكر حضراتكم واشوفكم بعد الفاصل، خليكم معانا.